السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثرت قضايا الابتزاز في كل مكان من أرض الجمهورية اليمنية. هذا الابتزاز في تفاصيله يختلف، كل المواضيع تختلف من مكان إلى آخر، من شخص إلى آخر. مثلا آخر قضية ابتزاز للبنت التي قتلت زوجها في السعودية وهي من اليمن. هذه البنت كانت بالحوبان، تعيش في منطقة الحوبان، فتعرفت على سائق صالون كان يقوم بالنزول إلى مدينة تعز، حيث تعرفت عليه بقطع جواز سفر، فأوصلها لتقطع جواز سفر في مدينة تعز لتسافر عند زوجها في المملكة العربية السعودية. بعد أن استمر هذا التعارف قطع لها جواز سفر وأرسل إليها زوجها فيزا في السعودية، وذهبت إليه وعاشت معه لمدة سنة. فكان يتواصل معه هذا الشخص الذي هو من شرعب عن طريق الهاتف، اتصالات وخبر ما خبر يلا وتعارف، حتى استمر هذا التعارف ووصل إلى حد غير مسموح به. فربما كان هذا الرجل يطلب منها أشياء وربما هي رفضت، هذه البنت رفضت أن تعطيه ربما ما يريد. فقام هذا الشيطان بنشر صور لها وهي مكشوفة الرأس، وقال ونادى باسمها وقال أنه سيفعل بها كذا وكذا وكذا، وذكر اسم زوجها وقال أنه لا ينفع وأنه كل صفات الذي، وهذا رجل جبان، ربما أنه جبان ليس له شرف ولا عرض ولا. لكن ما يحصل في هذا المجتمع أن النساء أصبحت ماذا أقول؟ كثير من النساء لا يستطيع أحد أن يبتزها بصورها إذا لم تتعرف عليه بنفسها وترسل له صورها وتتعرف عليه. أبدا، الشريف لا يمكن. ربوا بناتكم تربية، أفضل تربية مهما كان. بنتك مع تلهون تبصره مشغول يوم الليل تشخطط النهارة اسكعمل طم عليا حرام، ما عاد تبصر ليه صوت. وربي تربية على الناس، أما إنك تربي تربية سافل، تربية تتركه، تربية لا، هذا تتحمل عواقبه. فكانت هذه قضية البنت، قام هذا المبتز بنشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحادثاته معها. فتلقى هذا الرجل اللي زوجها في السعودية وهو الذي يشقي عليها وليوفر لهم لقمة العيش وكل الراحة وكل ما كان، وهي عنده بألف راحة. فقرأ المنشورات وشاف الصور فقام بطلاقها. طلقها هذا الزوج وأعطاها مال لتذهب وترجع عند بيت أهله بسبب ما وجده منها. أعتقد أنه هذا شريف الرجل، أنه لا عيش يطاق بعد هذا، ما عندما يحصل عليها هذه الأدلة والصور وما لك تبغر خلاص طلق. فسكنت هذه البنت في فندق وكان معها مفاتيح بيته، فعادت من هذا الفندق في الصباح وأغلت زيت
زيت بقدر كبير وهو نوم، وصبت عليه هذا الزيت بالكامل حتى أشتوي وأرجع مثل الدجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كل هذه المعاناة، بعد كل الخيانة، بعد كل هذا، ضروري أن تنتقم منه. شوفوا، على ظل وكره وحقد بغيض وجريمة بعد جريمة، فأسعفوه إلى المستشفى فلم يستطع أن يقاوم كل هذه الحروق التي على جسمه، ولا معه كل الحلول معه في المملكة العربية السعودية. وبعد أيام توفاه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي كل مواقع التواصل الاجتماعي يركزون على صور البنت والبهدلة، وأنها الشعب مغفل، ونسوا قضية القاتل التي دمرت حياة الرجل وأحرقته ورجعته كأنه مشوي. ألا بالله عليكم، مثل هذه النساء لا تستحق الدفاع عنها مهما كان. ونتمنى لكم عيشا أفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليمن كلها قصص مأساوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.